يا جدعان بيب جوارديولا في مصر، عاوزين بقى نعامله معاملة حلوة. احنا كإعلام نقول كلام حلو عشان اكيد ده هيتعرض بره في الصحافة الأوروبية بره، فنتكلم كلام حلو علشان هو يدي علينا فيدباك حلو. يلا كابتن خالد الغندور، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. اتفضل قول اللي عندك، اتفضل. جوارديولا في مصر مع اسرته كلها عشان يتفرج على ماتش الاهلي مع السويس المؤجل. لغايه ما السويس يحصل على اجازته من ماتشاته. كمان زعل جدا لما عرف ان الشحات ورامي ربيعه وياسر جددوا للاهلي. واصبح قلقان جدا من الاهلي في كاس العالم. لا دي بقى عندك حق، انا عارف ان دي عندك حق، حصل فعلا هو قلقان مننا على فكره. وعد ولاده لو كسب الشامبيونز ليج يجي يقضي الاجازه في مصر. يا راجل يعني بيب جوارديولا الراجل اللي اخد الدوري الانجليزي اقوى دوري في العالم، ودوري ابطال اوروبا ده اقوى دوري ابطال في العالم، وعمل كل حاجه الموسم دوت، وعد ولاده لما يكسب هيجيبهم مصر. يا اخي شوف الدنيا، الراجل وعد ولاده بانجازات قد ايه عشان يجيبهم مصر، واحنا عشان خلصنا كليه عايزين نخرج منها. تخيل. الحمد لله احنا في نعمه بس مش حاسين بيها. احي يا جدعان، ايه يا جدعان البالون ايه؟ مش ده كان عليه مشاكل السنه اللي فاتت؟ انا فاكر كان عليه حوارات كده، وكان مش عارفين يشدوه يوقفوه وشويه كلام كده. هنركبه له. طب امسك حلو وحياة امك، امسك حلو، امسك. حد يمسك ايده يا بيب، امسك كويس وحياة امك، امسك كويس يا حبيبي، امسك كويس. La primera dice que los soldados de Napoleón, cuando habían invadido Egipto, venían aquí a esta zona y jugaban a tiros, tiraban a la cara de la Esfinge, pero mucha gente ha dicho no, porque Napoleón, justo al llegar a esta zona, ha dicho, desde la punta más alta de esas pirámides, 40 siglos, que es gente que valora la civilización de los demás. Es que es más correcta la teoría que dice que en la época de los mamelucos había un señor musulmán fanático de esa religión, vino una vez aquí, ha visto que hay gente que está adorando a la Esfinge, lo ha considerado un culto pagano, subió con un martillo en la mano, ha cargado la cara de la Esfinge, la nariz y la barba. Ojo, y no puede ser por la cuestión del tiempo. بقول لك ايه، الفلسفه بتاعتك ديت هناك في الدوري الانجليزي، هنا تيجي تسمع الكلام وانت ساكت. الراجل قال لك هي حاجه من الاثنين، الاولى ان نابليون وجيشه ضربوا رصاصه على مرخنا ابو الهول فوقعت، ادي حاجه، والثانيه ان في عصر المماليك كان في واحد متشدد قوي فطلع جاب فاس وطلع قطع مراخينه. ما تروحش انت بقى تعدل عليه بقى وتقول له ده يمكن وقعت بالتعريه، لا ما تعدلش، اسمع الكلام وانت ساكت معلش. بس يا جماعه ما سالناش نفسنا سؤال مهم قوي، ايه سر زيارة بيب جوارديولا مصر؟ شكلها كده مش علشان كان وعد ولاده والكلام العبيط ده، كان في حاجة أهم. يا ترى ايه؟ امبارح السوشيال ميديا كلها اتقلبت على زيارة بيب جوارديولا لمصر. أهلا بيك يا بيب، بس خدوا بالكم الزيارة دي مش زيارة بريئة. انا كنت حاسس، قلت لهم بس ما صدقونيش، كنت حاسس. قول. بيب جاي يتفرج عن قرب على النادي الاهلي ويراقبه عشان احتمال يواجهه في كاس العالم للانديه. يا ابن اللذينه يا بيب جوارديولا، يا ابن اللذينه، جاي عشان تشوف النادي الاهلي؟ جاي عشان تغش خطتنا؟ خايف مننا صح؟ قول انك خايف، قول انك خايف. كمل يا جدو كمل. خدوا بالكوا في كام لعيب كده في الاهلي مش مطمنين بيب، قلقان منهم. بص هو قفشه يقلق برضه بصراحه، يعني ليه حق. ما هو لما شاف بيرسي تاو وكهربا حصل الولد كهربا وبيرسي تاو يقلقوا فعلا، العيال دي تقلق جدا. بس اللي ما يعرفهوش بيب بقى ان كولر مش هيلاعبهم، بيلاعب دلوقتي الاحتياطي في ماتشات الدوري والكاس. الله عليك يا كولر يا ابني ليه؟ الناس دي دماغها ما بتنامش بجد، الناس دي دماغها في حته تانية. قول يا جد، قول كل ده عشان يحاول يكسب الاهلي، وعمره ما هيعرف. شاف بيرسي تاو اتهبل، شاف كهربا اتجنن، ما عندوش حد زي ده. لا اصل الحاجات ديت عمره ما شافها في حياته، الناس اللي تعرف تلعب كوره ديت عمره ما شافها في حياته. ده اخره خالص لاعب مين؟ ريال مدريد، مش عارف كسب بين ابطال اوروبا بقى. يا جدعان بلاش هابط يا جدعان، مين الفرقه دي؟ ده هو جاي مصر عشان خاطر الاهلي. والنبي يا جدعان لو اجر حصنه نديله الرهواني التاني، بلاش رهوان احمد حلمي في عسل اسود، بلاش فضايح، بلاش.